السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناة كويزين فاتحة. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم هذا الكاطو، يعني غادي نخدمه معكم من الاول حتى الاخير، يعني من الجينواز اللي سهله وبسيطه جدا حتى الطريقه ديال التزيين بلا باتاسوك. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم باش تعم الفائده. نخليكم مع الطريقه والمقادير في الفيديو، فرجه ممتعه. ونبداو ان شاء الله بالطريقه ديال الجينواز. الصراحه سهله ماهله للمبتدئات اللي ما تعرفوش الجينواز نهائيا. ما فيهاش عادي نقسموا البيض على الصفار او لا عادي نبقاو نزيدوا شويه بشويه، لا، يعني كما قلت لكم اسهل جينواز تقدروا تستعملوا. غنحتاجو هنايا 6 ديال البيضات اللي يكونوا بطبيعه الحال بحراره الغرفه، والا كانوا باردين فانتم جيبوا شي اناء اللي يكون فيه الماء دافي وحطوا فيه دوك البيضات واحد 2 دقائق غير حتى ياخذوا درجه الحراره ديال المطبخ وحيدوهم. وعندي هنايا 200 غرام ديال سنيده، 200 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. غنحتاج 2 ساشيات ديال الفاني، واحد ساشيه ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه كبيره ديال الميكسو او محسن الجينواز اللي ضروري في هاد الجينواز اللي غادي نعطيكم دابا. فاول حاجه فغادي ناخذ العجانه. انا هنايا راني دفيتها شويه، يعني ما خليتهاش بارده باش نتعاوني ان الجينواز ديالنا طلع. غادي نحط فيها 6 ديال البيضات، غادي نحط السنيده، غادي نحط الدقيق، يعني غادي نحط جميع المكونات دقه واحده، الفاني، الخميره الكيماويه والملعقه ديال الميكسو. كما شفتوا معايا حطيت كل شيء دقه واحده في العجانه. تقدروا تستعملوا الباطور الا كان عندكم الباطور مجهد. ودابا غادي نخدمها. في الاول غادي ندير غير سرعه ناقصه حتى تخلط ليا المكونات، عاد غادي نجهد الطراب. بالنسبه لهاد الجينواز فهي الصراحه المعتمده عندي، يعني انا كنت حطيتها معكم في شحال من فيديو قديم، وارتئيت دابا انني ندير لكم فيديو كامل، يعني بلا ما نبقى نحط لكم في ليليا، يعني تفرجوا من الفيديو من الاول حتى الاخير باش تكون الافاده اكثر. بالنسبه للخليط فانتم تتشوفوا انه تبدل اللون ديالو، يعني رجع بيض، وحتى القوام ديالو تيتقال. غادي نصايب نغلف ليمون ديالي، يعني انا هاد الخليط غادي نقسمه على 2 ديال ليمون ديال 18 باش طيب ليا دغيا، وديك الساعه كل واحد غادي نقسمه على 2 ونكمل معكم ان شاء الله الطريقه. غادي نبداو ان شاء الله. انا عندي هنايا 225 غرام ديال الشوكولا غيش ابيض، يعني من الافضل يكون من نوعيه جيده. وغادي نحتاج في المره الاولى 75 غرام ديال الكريمه السائله، ومن بعد غادي نحتاج ل 300 غرام ديال الكريمه اللي غادي تكون بارده. اول حاجه غندير هي غادي نغلي هاد الكريمه 75 غرام. بالنسبه للكريمه فانا ناقصه البوطه عليها مزيان، يعني حتى تسخن على خاطرها. من بعد ما غلات الكريمه فاني غادي ناخذ الشكلاط وغادي نحطو فيها، وغادي نخليه حتى يذوب فيها مزيان. دابا من بعد ما داب الشكلاط كامل فانا غادي نضيف 300 غرام ديال الكريمه، غادي نضيفها على دفعات وانا نحرك. حاولوا تحركوهم حتى ينسجموا مع بعضهم صافي. ودابا غادي نحطهم في الثلاجه حتى لغد عاد نكملوا ان شاء الله الطريقه ديالها. اما بالنسبه لكاناش الشوكولا نوار فانا غادي نحتاج ل 150 غرام ديال الشوكولا اللي تكون من نوعيه جيده.
شوكولا اسود. وعندي 200 غرام ديال الكريمه اللي غادي نخليوها بارده، وعندي 150 اعتذر ديال الكريمه اللي غادي نغليوها. فاول حاجه هي غادي نغلي هاد الكريمه هذه 150 غرام ونرجع لكم. هانتوما من بعد ما غلات على نار مهيله، فاحنا غادي نضيفوا ليها الشكلاط الاسود، غادي نخليه فيه واحد الدقيقه هكا، عاد نبدا نحرك. هانتوما صافي من بعد ما داب لينا مزيان في وسط الكريمه، فاني غادي ناخذ هاد 250 غرام ديال الكريمه اللي بارده وغادي نضيفها وغادي نخلطهم حتى يمتزجوا مزيان. صافي دابا غادي نغلفهم مزيان وغادي ندخلهم للثلاجه يباتوا حتى الغدا ان شاء الله، عاد نطلعوهم مجموعين. من بعد ما خرجت لي غاناش ديالنا من الثلاجه، فانا خليتهم ليله كامله، فانا غادي نحطهم في العجانه وغادي نطلعهم. نسبق البيض هو الاول، ومن بعد غادي ندير ديال الشوكولا نوار. يعني بالنسبه لهاد لي غاناش تقدروا ديروهم في الحاشو، كما تقدروا تزينوا بهم لي كاب كيك ديالكم تيجيو رائعين في المذاق. كما تقدروا تزيدوا معاهم بخليني ديال اللوز او النوازيط، يعني تيبقى لكم الاختيار. هنا دابا عندي غاناش شوكولا بلون، غاناش شوكولا نوار، عندي السيرو ديال السقي اللي فيه 2 كيسان ديال الماء مع كاس مع مرش ديال السنيده والفاني، غير طلعت فيهم الغليه وطفيتو. هنايا الطبقه المقرمشه ديال الفويتين والبخاليني والشكلاط، وهنا الطبقه المقرمشه ديال الكركاع واللوز والشكلاط. وطبيعه الحال عندي الجينواز البيضه اللي درت معكم، وانا ديجا كانت عندي هذه اللي بالشكلاط، فانا غادي ندير طبقه واحده ديال الشكلاط وجوج ديال الفاني. يعني نتوما راه ديروها كامله بيضه. وغادي نبدا في المونتاج، يعني غادي نحط جينواز بالبيض، غادي نسقيها بالسيرو، غادي ندير الغاناش وغادي نحط من فوقه الطبقه المقرمشه الاولى، وعاد نعاود نحط الجينواز. يعني غادي نبقى بنفس الترتيب، ولكن كل طبقه غادي نحط فيها غاناش مختلف وطبقه مقرمشه مختلفه، باش يكونوا عندنا جوج طبقات اللي يكونوا مختلفين في المذاقات. بالنسبه لهاد الطبقه الثانيه، فانا في المره الاولى كنت نسيت ما سقيتهاش، وليت حيت الكريمه وحتى سقيت الجينواز عاد رجعت الكريمه. تنحط الطبقه المقرمشه ونحط الجينواز اللي كانت عندنا في القاع ديال اللاطه، هي اللي تنحطوها من الفوق حيت يكون عندها شكل مستوي. غادي نسقيها من جوج جوايح حيت تكون شويه ناشفه. صافي وغادي نغلف الكاطو ديالنا ونحطو في الثلاجه يبات ليله كامله. بالنسبه للكاناش ديال ليصاج، فانا عندي هنايا 300 غرام شوكولا انغوباج، وعندي 100 غرام ديال الشوكولا غيش اللي تكون نوعيه جيده، وعادي نحتاج ل 100 غرام ديال الكريمه. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نحط الشكلاط يذوب مزيان، وطبيعه الحال نحركوه مره مره باش نعاونوه باش يذوب. فانا الشكلاط هنا دايره في حمام مريم. صافي دابا من بعد ما داب الشكلاط مزيان، فانا غادي نضيف ليه الكريمه على 3 ديال الدفعات تقريبا. من بعد ما قادينا الكاناش ديال ليصاج ديالنا، فانا ما تنتسناش عليه حتى يبرد، يعني تنخدم به مباشره. غادي ناخذ واحد الكميه وغادي نسرحها فوق البابي سولفيغيزي، وغادي نحط الكاطو. انا صراحه ما خليتوش يبات ليله كامله، ولكن نتوما من الافضل تخليوه يبات ليله كامله باش يجيكم ساهل في الخدمه.
من بعد فانا غادي نغلف الجناب كاملين بالغاناش، حيت انا تنديرو على جوج مرات، يعني تنصايبو المره الاولى وتنخليه واحد شويه، عاد باش تناخد واحد جوج ديال لي سيركل يكونوا قدهم قد الكاطو اولا فايتينو ب5 مليمتر، واحد الفوق وواحد لتحت باش يعطينا العبار اللي غادي يجينا فيه باش اننا نعمروه يجيونا الحواف ويجينا الجناب ديالو مقادين، ما يجيناش الكاطو مايل. وعادي نعاود نغلفه بطبقه اخرى. يعني انا هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الغاناش ديال ليصاج فهي اللي كفاتني لهاد الكاطو. بالنسبه لواحد الاضافه اخرى، مني يجمد لكم وتبغيو تذوبوه حاولوا تذوبوه على نار اللي تكون مهيله ويكون حمام مريم، ولكن يكون هو بعيد على الماء. يعني بزاف ديال الاخوات اللي تيوقعوا في هذا الخطا انهم تيسخنوه على نار مجهده وتيرجع تيتحبب ليهم. فنتمنى ان شاء الله تاخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار. من بعد فانا غادي نحيد الاطار اللي الفوق وغادي نقاد السطح، يعني غادي نحط الكناش وغادي نقاد السطح حتى يرجع عندي مستوي. وبهكا غادي يكون الكاطو ديالنا صافي كملنا ليه ليصاج. وغادي نغلفه بالسلوفان وغادي نخليه في الثلاجه، يعني حتى الغد ليه عاد غادي نبدا في التزيين ديالو بلا باطا سكر. اول حاجه غادي نديرها هي طبيعه الحال خصكم تخدموا لاباطا سكر ديالكم مزيان حتى تعطيكم الطعم. فانا الطريقه ديالي انني تنحطها هكا تنقطعها لقيمات، وكل طريف تنخدمه بوحدو حتى تيرطب، وتنهز طرف اخر وتنخدم فيه حتى تيرطب، وتنبقى نجمع فيهم وتنبقى بهذه الطريقه حتى تنقاد لاباط ديالي كامله. حيت الا جيتو تسخنوها يعني في الميكرووند اولا تسخنوها بالسيشوار، يعني كاينين بزاف ديال الطرق اللي تيديروهم البنات. انا جربت يعني مني تتسخنوهم مثلا في الميكرووند اولا بشي حاجه هكا، فانتوما مني تتبغيو تسرحوها فهي مع التسريح تتبدا تشقق، ما تتبقاش عطيكم هذيك النعومه ديالها. فنتمنى ان شاء الله تخدموها بيديكم باش تبقى عطيكم الطوع وتصبر لكم مده طويله حتى الا بقات، يعني لا باتاسيك حتى الا بقات لكم تبقى زوينه. اما الا سخنتوها في الميكرووند وبغيتو تحتفظوا بها فغادي تلقاو صعوبه الا كنتو بغيتو تعاودوا تخدموا بها مره اخرى. فمن بعد انا لونتها بويلطون ازرق. يعني تقدروا تاخدوا لون جاهز. انا ديجا كانت عندي لاباط بيضاء داكشي علاش استعملتها ولونتها. غادي ناخذ زبده سبيسيال، غادي ندهن الفوق ديال الكاطو، يعني ومباشره غادي نكونوا سرحنا لطبيعه الحال لاباط وغادي نحطوها من فوقها باش تلصق. يعني حاولوا تكونوا سريعين في هذه المرحله باش لاباط تلصق فوق الكاطو. من بعد فانا غادي ناخذ واحد الكميه ديال لاباط، غادي نسرحها بشكل طولي، وغادي نسرحها وغادي ناخذ العبار اللي عندي في الدوره ديال الكاطو مع العلو. بطبيعه الحال نتوما خصكم الشريط ديالكم يكون طول وعلى من القياس اللي خديتو، وغادي نقطعو هكا باش يجيني مقاد. غادي ناخذ المسطره، غادي نعبر تقريبا كل 5 اولا 4 اولا 3، يعني على حسب نتوما. انا وقيله هنا خديت 3 سنتيم، نسيت الصراحه بالضبط. مهم غالبا غادي نكون خديت 3 سنتيم، وبديت تنعبر يعني 3 3 3 3 وتنحدد من الفوق ومن التحت. من بعد فانا غادي ناخذ السباتولا ديالي هي باش بديت تنحدد الخطوط، حيت ملي تتغلفوا الكاطو عاد تجيو تحددوا الخطوط ديالكم فهما ما تيجيوش صراحه بيرفكت، يعني ما تيجيوش مقادين. يعني من الافضل تصايبوهم وهما باقيين في فوق البوطاجي ديالكم، عاد تغلفوا الكاطو ديالكم باش يجيوكم المعينات ديال الكاطو ديال التزيين، يعني يجيو زوينين. من بعد غادي ناخذ الزبده اللي كنت ذوبت، فانا غادي نبقى ندهن الكاطو وغادي نغلف. نتمنى ان شاء الله هنايا تكونوا فهمتوا الطريقه، حيت ما بانتش مزيان في التصوير. يعني تندهن واحد شويه وتندور الشريط ديال لاباط وتنبقى هكاك وانا غاده تندهن وانا تندور، يعني حيت الجو بارد. يعني الا مشيتو حتى دهنتو الكاطو كامل دقه واحده ما تجيو فين تغلفوه بلاباط ديالكم حتى غادي تكون جمدات الزبده. داكشي علاش تندير شويه بشويه. نتمنى ان شاء الله هاد القضيه تكونوا فهمتوها.
من بعد ما حيدت الزوائد ديال لاباط اللي بقات ليا، فانا غادي نحاول نلصق مزيان ما بين الطرف بجوج، وغادي ناخد الملاسه وغادي نحاول نملس، وانا تنضرب في التحت ديال لاباط، يعني باش بحال تنحدد البلاصه اللي غادي نقطعها بالجراره، يعني باش ما تبقاش ليا باين داك الاثر ديال الخط. يعني تحاولوا ما امكن انكم تبقاو نتوما تتملسوا نتوما تضربوا الاسفل ديال لاباط ديالكم. ومن بعد غادي نحيد الزوائد اللي الفوق. من بعد ما غادي نقلبوها، فاحنا غادي ناخذ الملاسه ونعاودو نعاودو نبقاو نملسو فيها، يعني حتى يتقاد الشكل ديالها، وحتى الا كانت شي بلاصه خارجه فاحنا ندخلوها. هنا غادي ناخد السي ام سي اللي كنت ديجا خلطته مع الماء، هو اللي عندي في هذه القريه هذه، وكاع البلايص ديال الملصقه ديال كل جوج خطوط، فانا غادي ندير فيهم شويه. غادي نحتاج كذلك لداك العقيق اللي وريتكم، غادي نكون خديت بعدا واحد شويه ديال لاباط، سرحته وقطعته بهاد القطاعه، ضربته حتى هو بالدوغي، وغادي نحط فيه رقم واحد، وغادي نلصقو في المكان ديالو. والبلايص اللي كنت درت فيهم السي ام سي، يعني ما بين كل ملصقه ديال كل جوج خطوطه، فانا غادي ندير فيهم هاد العقيق هذا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كما تقدروا تستعنوا بالماء او الجليكوز هو باش تلصقوا. ومن بعد فانا غادي ناخد جوج ديال الاشرطه هكا يكونوا رقاق وطوال، يعني يكونوا طول من الذره ديال الكاطو او لقدو، وغادي نحربلهم على هذا الشكل هذا، وهو اللي غادي نديروه في الاسفل ديال الكاطو. ولكن قبل غادي نستعن بشويه ديال التلصيقه، غادي نديرها في البلاصه اللي غادي نحط فيه هاد الحربول هذا، ونحاول نثبته يعني بيدي وانا تنقادو، ونقطع الزوائد من بعد. غادي ناخد الحروف وغادي نقطع الاسم اللي انا بغيت نكتبه، وغادي نلصقه فوق لاباط يعني بشويه ديال التلصيقه. غادي ناخد التاج من بعد ما درت ليه في القاع ديالو، يعني شويه ديال التلصيقه ضروري باش انه يثبت وما يتحرك ليناش من بلاصتو على هذا الشكل هذا. وبهكا تنكون وصلت لنهاية الفيديو. بالنسبة للتاج فان شاء الله غادي نحطو لكم في الفيديو الجاي بحول الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للغاناش فبغيت نخلي لكم هذه المعلومه، ان القياسات اللي انا عطيتكم ديال الغاناش لا الاسود لا الابيض، فتقدروا تخدموا بهم جوج ديال لي غاطو بحال هذا الشكل هذا، يعني اللي يكونوا صغار، يعني عادي يعطيوكم في الابيض جوج طبقات والاسود جوج طبقات. وبالنسبه لطبقات المقرمشه فانا كنت حطيتهم لكم في الفيديو اللي قبل هذا الفيديو هذا، يعني الطريقه ديالهم سهله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوه ما بين الاصدقاء والعائلات ديالكم باش تعم الفائده. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.